نقطة تانية مهمة جدا لازم أقولها وأقولها بالفم المليان. أنا لدي احترام شديد جدا لكل زملائي في المهنة. قد نختلف في خبر، قد نختلف في تناول خبر، لكن أنا لا أختلف على الاحترام للزملاء، وهم للأمانة أيضا نفس الأمر. أعتقد كده يعني، حتى لو حد طلع قال كلمة أو أنا بعتقد إنها ما بتكونش مقصودة، وحتى لو كان فيها إيحاء أو أنا بتجاوز عن كل هذه الأمور، لكن طبيعتنا هنا هي الاحترام للجميع. لأنه بالصدفة عملت في معظم القنوات، فكل معظمهم زاملني، واللي ما زاملنيش صداقة تجمعنا، صداقة أو تجمعنا محبة أو تجمعنا بعض الاتصالات أو كثير من الاتصالات يعني، ودايما بنبقى متواجدين مع بعض. فدي نقطة مهمة بخصوص المهنية وبخصوص العمل. نقطة ثالثة، أسمع ساعات هنا مش عارف مين تقدم بشكوى. أهلا ومرحبا، مليون مرحبا، والرهان موجود لو في كلمة واحدة غير مهذبة، مستحيلة يعني، مش بتوع ألفاظ ومش بتوع الكلام الفارغ ده. لكن احنا بنتكلم، احنا في قناة النادي الأهلي من حقنا نتكلم ومن حقنا نقول ومن حقنا نبروز أحداثنا بالشكل الجميل اللي يليق واللي يرضي الناس اللي احنا بنشتغل معاهم والجماهير الملايينية للنادي الأهلي. دي نقطة. النقطة الثانية، تلاحظوا ان انا امبارح سكت تماما عن الحوار اللي عمله مستر مارسيل كولر لمجلة كيكرز الألمانية، لأنه كلام كتير وجات لي تليفونات كتير والقصة والأهلي هيعمل إيه والحاجات دي. عجبني جدا النهارده بيان كولر حوالين الترجمة الخاطئة لمقابلته. هو الراجل قال لك، وأنا بقراها لكم: في الأيام الأخيرة كان هناك نقاش حول مقابلة أجريتها والتي للأسف لم تترجم بشكل صحيح، مما أدى إلى بعض التفسيرات الخاطئة لتصريحاتي. نقف، لأنه احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا لموضوع الترجمة الصحيحة. أولا، منذ أن قدم كولر إلى مصر والناس الحقيقة محترمة جدا، لأنه بيحترم الشعب المصري. خلي الحوار على الشاشة أو خلي الترجمة على الشاشة. هو بيحترم الشعب المصري أقصى درجات الاحترام، وأنه من 3 أو 4 أيام الحقيقة الراجل راح منزل صورة حلوة جدا لرب أسرة وزوجته وابنائه ال3، وقال لك هي دي الروح اللي انا نفسي تبقى موجوده في فرقتي. والكلام ده كان قبل مباراه مودرن سبورت، ودايما بيرمي كده لقطات وبيرمي حاجات، وهو من اكثر الناس اللي عملوا دعايه لبلدنا للامانه الشديده جدا يعني، وما اتكلمش على مصر غير بكل احترام. لكنه قال في الايام الاخيره كان هناك نقاش حول مقابله اجريتها والتي للاسف لم تترجم بشكل صحيح. اود توضيح ما يلي: احترام الدين لدي أقصى درجات الاحترام للإيمان الإسلامي للاعبي فريقي ولكل الشعب المصري، وكان تعليقي حول جدول التدريبات متعلقا فقط بالتخطيط التنظيمي، ولم يكن بأي حال من الأحوال حكما على الممارسات الدينية. دي نقطة. خلاص، ادي قصة عشان ما حدش، انت عارف عندنا ايه، ناس بتقوم جاي ماسكة الحق كده. قال لك جماهير الأهلي والوضع الاقتصادي، قال لك أنا معجب بشدة بالشغف والدعم المذهلين اللي بيقدمهم مشجعو النادي الاهلي لناديهم. كان هدفي فقط من التصريح تسليط الضوء ان بعض الاشخاص قد تكون لديهم اولويات ماليه، لكن هذا لا يقلل باي شكل من الاشكال من حبهم للنادي الاهلي او لكره القدم. قال لك من المهم بالنسبه لي الا يساء فهم كلماتي، انا فخور بكوني جزء من هذا النادي العظيم، وساواصل العمل بجد مع لاعبي فريقي. شكرا لكم على دعمكم. وانا اقول لك شكرا يا عم كولر، هذا رجل محترم، ده كلام محترم من شخص محترم، لانه حس ان في بلا بلا بلا. انا بعت لي احد الاصدقاء الاهلاويه جدا 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 ومن المعجبين جدا بكولر، فبعت لي امبارح وهو منزعج. قلت له انا متاكد ان هناك سوء فهم في الترجمه. قلت له انا على يقين ان هناك سوء فهم في الترجمه. انا لم التقي مع كولر الا 3 أو 4 مرات في حياتي وجها لوجه يعني، ومعظمهم مره او مرتين هنا داخل مصر، ومرتين او 3 خارج مصر، مره في المغرب، مره اظن في الامارات، وهكذا. دي لقاءاتي مع مستر كولر. لكن انا متابع تصريحاته، متابع كلامه، متابع ردود على افعاله، بعيدا عن الجانب الفني. بختلف معاه احيانا في تشكيله، في تغييره، في ضم لعيب، في استبعاد لعيب، هذا حقي. لكن الجانب السلوكي والاخلاقي والانضباط لهذا الرجل محترم جدا. ودون ذكر اسماء،
كولر رجل سوي، غيره كان عنده بعض من العنصريه دون ذكر اسماء. كولر رجل سوي جدا، منضبط جدا، محترم جدا، وعلاقته بالجميع طيبه. الحقيقه له اسلوبه داخل غرفه الملابس، له اسلوبه في اداره المباريات، له اسلوبه في مؤتمراته الصحفيه، لكنه الاساس عنده هو الاحترام، هو الانضباط، والانضباط الكامل كمان. فدي نقطه يا جماعه لازم تحطوها في اعتباركم وانتوا بتتكلموا على هذا الرجل. وجميل جدا انه بسرعه تدارك وكتب النقطتين دول، فاش حاجه تزعل خالص على الاطلاق يعني. وبعدين احنا احيانا ساعات بنرمي كلمه كده ضحك في وسط الكلام، فرق اللغه. مثلا ممكن يكون المصريين دمهم خفيف، الالمان دمهم مش خفيف، السويسريين منضبطين قوي، او اللي هم يعني ماشيين على المسطره، المغاربه دمهم عسل، مش عارف في يعني حسب طبيعه كل شعب. واحنا معظم شعوبنا العربيه بتحب النكته وبتحب الطرفه، الشعب المصري طبعا حدث ولا حرج يعني. وشوف الراجل دايما تعامله مع الجمهور ازاي، وحركاته معاهم ازاي، ووصوله ليهم ازاي، والمؤازره ازاي، والقصه ازاي. ما سابش مره، ما سابش فرصه، ما كانش متواجد، ما كانش رابط مع الجماهير. والجمهور بتحب كولر، الجماهير بتحب كولر. ساعات بتزعل منه، نخسر مباراه، نخسر بطوله، لكن هي يعني شاكراه على كل ما قدمه وكل ما يقدمه، كل ما سيقدمه للنادي الاهلي. هو راجل بص دايما بص مين بيهزر مع حد من الناس الصغيرين بيضحك على طول، دايما بص على الجمهور، دايما مع الناس، دايما هو فرحان بده. هو قال لك انا ما شفتش ده قبل كده. هذا هو كولر، مارسيل كولر. عشان بس انا يعني ايه بقطع الطريق على اي حد عايز يصطاد في الماء العكر. ما عندناش ده يا باشا. عندنا مدرب سوي، وعندنا اداره سويه، وعندنا جماهير منتميه ووفيه ومحترمه. كده بنخلص موضوع كولر، ومحدش يدخل لنا في الملفات دي، لانه هنا الحمد لله الامور في النادي الاهلي بتسير في خط مستقيم، وده اللي انا كنت بقوله امبارح.